تأملات رمضانية، برنامج خلال شهر رمضان المبارك ليكون لكم دليلا في رحلة روحانية للتقرب إلى الله. أتى رمضان للأكوان بشرى، فطوبى إن صبرنا اليوم أجرا، فهيا ننفض الأحزان هيا، ونبدي رغم هذا الكرب بشرى. أتى رمضان للأكوان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على الاعتكاف في رمضان، والاعتكاف هو حبس النفس في المسجد بنية العبادة بصفة مخصوصة. والاعتكاف يكون قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ويقترن الاعتكاف بالصيام. فإذا أراد الإنسان أن يعتكف يوما واحدا يدخل المسجد قبل طلوع الفجر ويخرج بعد غروب ذلك اليوم، وإذا أراد أن يعتكف يوما وليلة فيدخل المسجد قبل غروب الشمس ثم يخرج بعد غروب الشمس التالي. الاعتكاف فيه الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى، فتقربوا إلى الله فيما تبقى من هذا الشهر الفضيل بالاعتكاف في المسجد قربة إلى الله سبحانه وتعالى، ولتنالوا الأجر والثواب العظيم.